أني حرقت نفسي بعد ما أهلي رفضوا زواجي من الشخص اللي كنت أحبه وتربطني بيه علاقة لسنين. و احترق جزء من جسمي ووجهي وإيدي. وبعد هذا الشيء أهلي رضوا بأمر الواقع بأن يزوجوني لهذا الشخص. لكن هذا الإنسان اللي حبيته بعد ما شاف أني تشوه جسمي ما قبل يرتبط بي. وأني ندمانة لأن هذا الشخص اللي لأجله سويت هذا الشيء طلع ما يستحق. على الرغم من انخفاض جرائم القتل في محافظة كركوك، إلا أن حالات انتحار النساء بتزايد بمختلف الطرق، أكثرها حرق أنفسهن، الأمر الذي أرجعه مختصون إلى قلة الوعي الأسري. عمر الهلالي، السومرية، كركوك.